بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا بنتكلم عن البلاطات الموكيت اللي هو المستورد. بيكون مثلا احد البلاطات امريكي، في بلاطة اماراتي، بيبقى في بلاط تاني يعني احد البلدان تاني. البلاط ده بيكون بلاط مستعمل، بيكون في الحالة زي كده. دي مثلا بلاطة 60 في 60. البلاطة دي لو حضرتك ركزنا كده، ده الشكل بتاعها. طبعا كل بلاطة بيكون يا فندم من ورا فيه سهم. يعني مثلا لو ركزنا هنا كده هنلاقي هنا مثلا ده كده سهم بيورينا ان احنا ازاي مثلا نجمع البلاطات دي مع بعض بحيث ان هي تدينا شكل في الاخر الناس يعني تسترضاه يعني. بيكون هنا برضو دي الكثافة بتاعت البلاطة دي بتبقى أي بلاطة بتكون كثافة 4 مللي. جميع البلاطات المستوردة الغالب 90% منها بيكون كثافة 4 مللي. دي كده بلاطة 60 في 60 مثلا. في بعد كده مثلا دي أمريكي اللي احنا كنا ماسكينها من شوية، دي أمريكي. دي مثلا بلاطة إماراتي، بيكون دي حالة البلاطة المستعملة. تمام، زي ما حضرتك شايفين كده. ودي بيكون برضو الكثافة بتاعتها طبقة، بيكون برضو عبارة عن طبقة PVC اللي هو الكاوتش دوت، وبيكون في النص طبقة رابر، وبعد كده بيكون في الموكيت نفسه. وده شكل الموكيت. تمام. في البلاطة دي برضو موجودة حاليا، وده لون مدي على رمادي يعني. رمادي اللي هو زي بنفس الدرجة دي كده، هو اللي موجود حاليا مني عندي في المخزن دلوقتي، اللي هي البلاطة زي دي كده بس بيج فاتح، معاها برضو بني غامق أو بيج غامق، بتدي شكل شطرنج جميل لما بتتجمع مع بعض. دي كده مثلا البلاطة اللي موجودة دي برضو حاليا بتكون برضو دي الكثافة بتاعتها، وبيكون هنا كده. وده السهم اللي احنا اتفقنا عليه برضو عشان يبقى البلاط كله متجمع بشكل دي زي ترابة يعني، لو عملتها بأي فرشة دلوقتي كده تطلع على طول. بعد كده في برضو هنا لو لاحظنا، آسف على عدم الترتيب يعني شوية، بس هنا لو لاحظنا طبعا أي بلاطة في الشغل اللي أنا هاجي أسلمها لحضرتك من عندي، بلاطة زي دي مثلا كانت في شغل قبل كده ومقطوعة، لا دي مش بتاعتك، دي بتاعتي أنا. خدت بالك؟ احنا بنتكلم في البلاط اللي هو السليم اللي زي كده، وبيكون ده كده. ده يا فندم بيكون غسلة بالضغط العالي. انا بحب اتكلم عن